السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي الهلال السعودي حوالين العالم. هتكلم معاكم النهاردة عن آخر مستجدات أخبار نادي الهلال قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن. ويمكن نادي الهلال كده قرر أنه ياخد لنفسه جانب وينسحب على حد قول الإدارة الهلالية من منافسة دوري السوبر أو بطولة السوبر السعودي. بكرة عندنا مباراة مهمة ما بين النصر والاتحاد، بعد كده عندنا مباراة ما بين الأهلي والقادسية، وكان المفروض الهلال يكون مكان الأهلي، ولكن الهلال قرر ان هو يركز على الموسم المقبل. بالنسبة للملف دلوقتي اللي معروض ومطروح على طاولة نادي الهلال السعودي وهو ملف علي البليهي، والحقيقة ان ملف علي البليهي شائك جدا جدا جدا. الأكيد يا جماعة، الأكيد ان نادي الاتحاد السعودي قدم طلب رسمي لنادي الهلال لاستعارة علي البليهي لمدة سنة. وقالت الصحيفة الرياضية أن الاتحاد طلب استعارة اللاعب علي البليهي من الهلال لتدعيم خط دفاعه استعدادا للموسم الذي ينطلق الاثنين بمسابقة كأس السوبر السعودي. وأوضحت الصحيفة تنتظر الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد حسم موقف الهلال من العرض المقدم لاستعارة علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأضاف يتضمن العرض انتقال المدافع بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مع التزام النادي الاتحادي بدفع كامل رواتبه. يعني نادي الاتحاد هيشتري علي البليهي على سبيل الإعارة لمدة سنة ومش هيحمل الهلال أي مستحقات مالية. طبعا بكل تأكيد الهلال لو ناوي يبيع علي البليهي فهو هيبيعه بيع كامل، ولو هيعيره بمقابل مادي ب3 مليون ريال ب5 مليون ريال في الموسم الواحد. الاتحاد بيقول لا، انا هشيل راتب اللاعب مش اكتر من كده. طلع الاستاذ عبد الرحمن الجماز الاعلامي الرياضي السعودي وفجر مفاجأة من العيار الثقيل وقال ان المدافع علي البليهي جدد عقده بالفعل لمدة موسمين مع الهلال، لكنه لم يعلن عن ذلك رسميا إلى الآن. وقال يبدو أن البليهي هو اللاعب الوحيد اللي جدد عقده ولم يتم الإعلان عنه بشكل واضح حتى الآن، وهذا يثير علامات استفهام كبيرة. وأكد الجماز أن الهلال بحاجة للبليهي حاليا حتى ولو على دكة البدلاء في ظل إصابات حسان تنبكتي وغياب كوليبالي بسبب كأس أفريقيا. فكرة ان علي البليهي جدد عقده مع نادي الهلال ولم يعلن ده مستحيل يحصل. واحنا بنتكلم على نادي الهلال السوداني، احنا بنتكلم عن الهلال السعودي مش عن الهلال السوداني. احنا بنتكلم عن نادي الهلال اللي بيشارك في بطولة كأس العالم للأندية. فمش من الطبيعي والمنطقي ان يجدد عقد لاعب من اكبر اللاعبين سنا ومن اكتر اللاعبين الدوليين خبرة علي البليهي ولم يعلن عن الأمر. ولكن الفكرة أن الهلال لا يريد علي البليهي. هتجيبها كده هتلفها هي كده. النهاردة أشيع بقى باللغة العربية أن علي البليهي انتظم في تدريبات الهلال بعد تعافيه من إصابة مفصل القدم. هل الخبر ده حقيقي؟ أنا دخلت ودورت لقيت اني الخبر بيقول ان علي البليهي هينتظم. يعني صحيفة الرياضية السعودية قالت انه من المنتظر ان ينتظم البليهي في التدريبات الميدانية خلال الاسبوع الجاري تمهيدا لعودته للمشاركة رسميا مع الفريق الازرق. تعالوا بقى نلخص ملف البليهي كله على بعضه. الهلال لا يريد البليهي، سيموني إنزاجي لا يريد البليهي، إدارة الهلال تتماشى مع رغبة سيموني إنزاجي، الاتحاد يريد علي البليهي. طب وما المانع طيب ما نبيعه يعني لمدة سنة وبدون مقابل، يدفعوا الراتب بتاعه بس، ويبقى هو مش موجود عندنا على دكة البدلاء وقاعد زعلان ان هو ما بيشاركش لان البليهي مش هيلعب في وجود ثيو هرنانديز. الكلام ما فيهوش حكاوي كتير، يعني انا ما اعتقدش ان الامر يحتمل التفكير. ناتي لملف اخر وهو ملف البرازيلي كايو سيزار
والنهارده يمكن طلع كايو سيزار واتكلم رسميا مع إدارة الهلال وطلب منهم حسم مستقبله. طلب البرازيلي كايو سيزار جناح الهلال السعودي حسم موقفه مع النادي خلال الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الجديد، ويستعد طبعا الهلال لانطلاقة الموسم الجديد. وأكدت صحيفة اليوم السعودية أن سيزار، والذي تلقى أكثر من عرض برازيلي وأوروبي في الفترة الأخيرة، طلب من إدارة الهلال حسم مصيره سواء كان على حسابات الجهاز الفني أم لا، يعني هل هو من ضمن حسابات الفريق ولا لا. وأضافت أن كايو يرغب في معرفة قرار الإيطالي سيموني إنزاجي بشأنه، خاصة أنه يرغب في العودة لأوروبا حال خرج من حسابات المدرب. طيب هل هو جاله عرض؟ جاله عرضين من ناديه السابق نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، والعرض الثاني من نادي برازيلي، وده أوردته صحيفة الرياضية السعودية. والهلال إلى الآن رافض، وشايف الهلال ان لا، احنا ممكن نسوقك بقيمة سوقية اعلى من كده. واتمنى بس ان الادارة الهلالية تبتدي تخلص من تلك الملفات بس عشان نتفرغ لما هو اهم. يعني احنا عندنا كهلال عندنا حاجات اهم بكتير من بيع متروفيتش ولا كايو سيزار ولا من بيع علي البليهي للاتحاد. عندنا طموحات اكبر من كده. اما بالنسبه لالكسندر متروفيتش، خلاص تاكد رسميا ان اللاعب خلال الاسبوع الجاري ان شاء الله هيخوض المرحله الاخيره من تحضيره ومن تاهيله للتعافي من اصابته تمهيدا للعوده للمشاركه مع الهلال السعودي بشكل رسمي. هل هيكون اساسي مكان نونز ولا بديل؟ الواقع بيقول ان هو بديل، وطالما ما اتباعش متروفيتش يبقى سيموني انزاجي محتاج له. والحقيقه ان متروفيتش حاجه كبيره قوي في الهلال، وانا اتمنى ان يتم السيطره عليه واقناعه بالاستمرار مع نادي الهلال السعودي. الاستاذ محمد الدويش الاعلامي الرياضي، واللي معلوم بهواه النصراوي في حدود علمي، يعني اتكلم وقال ان خورخي خيسيوس مدرب النصر الحالي يعتمد على ضغط هجومي سريع ومتنوع، لكنه يعاني من ثغرات دفاعية بسبب اللعب بملعب مفتوح وخط دفاع متقدم. وقال أيضا أنه خلال تجربته مع الهلال وجد حلول بفضل الحارس ياسين بونو والمدافع سافيتش، بينما يفتقد النصر عناصر مشابهة قادرة على إنقاذ الموقف الدفاعي. والحقيقة أن صعب اللي درب الهلال ينسى الهلال. الهلال بالنسبة للناس اللي كانوا معاه قصة حب، مش مجرد نادي كانوا بيدربوه وخلاص. يعني أنا أقول لكم إن خيسوس بكرة هيلعب مباراته أمام الاتحاد، وهو طبعا مدرب للنصر، وكان يتمنى إن تكون المباراة أمام الهلال، وكان يتمنى إن الهلال ما ينسحبش، ولكن هي كرة القدم في النهاية. أيضا نادي الهلال وبشكل رسمي كان بيحاول يضم اللاعب علي المهداوي أو المهداوي، لاعب الهلال مواليد 2005، وطبعا أهلي جدة حاول أنه ياخد اللاعب من الهلال، ولكن إلى الآن محمد الشلهوب متمسك بعلي المهداوي وحابب أنه هو يستمر مع الهلال لفترة إضافية. وفي النهاية اللاعب طالما بيلعب تحت 21 سنة فإحنا محتاجين له في أي وقت، يعني هو السبير أو الاحتياط الاستراتيجي للهلال السعودي علي المهداوي، واللي زيه طبعا. ايضا امريك لابورت لاعب نادي النصر فجر تصريحات شديدة جدا وقال لهم عاملوني كما فعل الهلال مع نيمار، وكأن الهلال وما فعلوا مع نيمار قدوة او يدرس. انا كهلالي انا مش مبسوط من اللي عمله الهلال مع نيمار بصراحة، ان احنا ادينا له مستحقاته كاملة. اصل ده قيمة تعاقد، اصل ده مش لاعب عادي عشان نماطل معاه، لا في النهايه اصل ده لاعب عالمي، ده واحد من افضل 5 6 في العالم يعني، ورغم اصابته. وبالمناسبه نيمار هيرجع وهيلعب مع البرازيل، وانا هفكركم واقول لكم يعني امريك لابورت طبعا عنده مشكله كبيره مع النصر، وهم مش عايزين يمشوه ولا عايزين يدوا له مستحقاته كامله، وبالتالي هو بيقول لهم يا جماعه طب ما تعاملوني معامله الهلال
لما كان بيعامل نيمار. على اي حال اشكركم على حسن المتابعه، بالتوفيق للهلال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.